السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. ده ربع كيلو من الكنافه كان في الفريزر كده بنقاه بقاله يومين في الفريزر. طلعته وهنا فرقناه يعني احنا مش هنعمه خالص زي قبل كده، لا هنفرمه نص فرمان كده. ده العسل بتاعي. انا عامله ربع كيلو كنافه، يعني كوبايه من السكر عليها نص كوبايه من الميه، عصره ليمونه، وبعد ما يغلي احط رشه فانيليا. تمام. دي المكسرات بتاعتي، ايا كان المكسرات بتاعتك حطيت منها معلقتين من العسل على المكسرات عشان تمسك الحشوه جوه الكنافه، لان انا هعمل اللي هي كنافه الفناجيل. تمام. عشان تبقى ماسكه في بعضها كده، ما تفرولش منه كده يا بنات زي ما انتم شايفين كده. وده الكيس بتاعي اللي هشتغل عليه. طبعا عندك كيس نايلون، ما عندكيش كيس تلاجة زي انا ما استعملت كده. والفنجان بتاعي ايا كان فنجان اللي هتشتغلي بيه، عايزه فنجان كبير فنجان صغير. وده السمنه بتاعتي. ربع كيلو كنافه اخد نص كوبايه من السمن. تمام. نص كوبايه من السمنه دي لحد ما لغلغت كده في الكنافه كلها، لحد ما شربت الكنافه شربت السمنه كلها. ربع كيلو كنافه ده ربع كيلو. تمام. وما فرقتوش جامد، يعني نص كده، يعني في حته كده انا مش عايزاه ناعم مش عايزاه ناعم جامد زي زي كل مره. هنا احط شويه من الكنافه واعمل الكنافه في الطبق في الفنجان بتاعي حروف كده، عشان لما احط الحشوه في النص ما تبقاش طالعه او باينه مني. ماشي؟ عشان ما تتفرطش منه كده، حتى لو بانت مش مشكله، بس اهم حاجه ان هي تكون ماسكه نفسها وكله ماسك في بعضه، عشان لما تستوي منه كده وتخش في الفرن وتستوي ما تفكش من بعض. لازم اتك عليها واضغط عليها جامد. شوفوا سهله جدا جدا جدا. تمام. بصي يا بنات طلع شكلها حلو قوي قوي ازاي، وجامده ومش هتفك منك. ودهنت هنا الصينيه بتاعتي دهنتها سمنه. تمام. الصينيه ديت مقاس 26، يا دوبك اخدت الربع كيلو كنافه. تمام. وهعمل لكم واحده كمان عشان تبقى اللي ما خدش باله كده منها، يعني الطريقه سهله جدا جدا. يعني عارفه انت تغيير، مثلا مره بالكنافه، مره بالكنافه بالمانجا، كنافه بالقشطه، كنافه بالمكسرات اللي هي الفناجيل دي، هتطلع شكلها حلو قوي قوي قوي. تمام. بصوا انا عامله حروف في الفنجان للكنافه عشان الحشوه تبقى جوه كده، تبقى باينه كده ومش مش باينه، يعني تبقى متداريه وجوه، يعني حوالين الكنافه بقى تبقى شكلها حلو مدور كده، ما يبقاش فيها حاجه مشعطره ولا مبعتره ولا اي الكلام ده كله يعني. تمام. هنا برضو بضغط عليها ضغطتين جامدين كده. اهم حاجه تتك عليها جامد وانتي بتعمليها كده عشان ما تفكش منك، ولما تحطها في الصينيه بتاعتك ما تنزلش وكده. تمام. هعمل برضو واحده كمان عشان اوريها لكم. كمان واحده برضو اهم حاجه بس تضغطي عليها جامد، وتضغطي عليها برضو بعد ما تحطي عليها الكنافه المكسرات، وبعد كده تحطي الكنافه تاني تضغطي عليها جامد. ما تخافيش، مش هتفك منك ولا حاجه وهي في الطبق، ولا هيجرى له اي حاجه، بس تضغطي جامد جامد جامد. تمام. ما تقلقيش من اي حاجه، تضغطي عليها جامد كده هتلاقيها واحده واحده. لو هبتيها في الارض ورجعتها تاني هتبقى زي ما هي جامده. اهم حاجه بس الضغطان الجامد عليها عشان تبقى تحس ان هي حته واحده، يعني مش كذا فيها، مش كذا حاجه او فيها حشو ولا الكلام ده كله. تمام. والفرن بتاعي بقى هسخنه، يكون فرن مسخن مسبقا، واحطها على الرف اللي تحت. ولما تتحمر من تحت طبعا واضحه باينه ان هي متحمره من تحت وكده. هنا كنت خلاص عملت 3، وهنا برضه زي ما انتم شايفين يا بنات انا خلصت الكميه بتاعتي. والفرن بتاعي يكون سخن. لما تتحمر من تحت اشغلها الشوايه لحد ما تحمر من فوق. هنا بعد ما خلصت، هنا انا ده الشربات بتاعي، كوبايه من السكر على نص كوبايه من الميه، لان انا عامله ربع كيلو من الكنافه. تمام. عايزه اقول لكم ان الشربات اللي يزيد منك بعد ما تخلصي ممكن تصفيه وتستعمليه في حاجه تانية، تستخدميه في حاجه تانية. يعني بعد الكنافه ما تهدى كده وتاكليها وتشيليها من على الصينيه ديت، ممكن تصفي الشربات ده وترجعيه مثلا في علبه او اي حاجه، وتستعملي بقى مثلا لكنافه تانية، لقطايف، هينفع معاك يعني، مش هترمي حرام. تمام. عايزه اقول لكم ان كان طعمها جميل جدا جدا جدا. شايفين حلوه ازاي وسهله، مش مكلفه وبسيطه وما تبخليش عليا بلايك وكومنت. ويلا باي باي، اشوفكم في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين يا حلوين.